ono agamba nze ndi mu America naye nasooka kweyita musiyazi basobole okumpa empapula. Kiramulo kitya namulwa ntya? سائل يقول حاليا أنا في أمريكا لكنني سميت نفسي شاذي أو لواطي كي أحصل إلى جنسية أمريكا فما حكمي في الإسلام؟ لا شك أن هذا الذي يفعله هذا الأخ من ادعاء أنه شاذ أو أنه لوطي كما يقولون حتى يتسنى له أن يحصل على الجنسية الأمريكية أو في غيرها من البلاد أو غير ذلك، لا شك أن هذا من الكذب الصريح، غير أن هذا من أن ينسب نفسه إلى الفجور والعياذ بالله. Seka gamba nti omuntu okubanga ye alimba ne yeteeka mu bantu abakyasinza okuba nti boonoonefu, abantu aboononefu neteeka ku boonoonagala ndi kino olw'okubanga ayagala kufuna mpapula oba butuuze bw'omu Amerika oba mu nsi endala yonna. ليست هذه وسيلة مشروعة لأن يحصل على الجنسية، ليست هذه وسيلة مشروعة قطعا. أن يظهر أنه راضيا عن هذا الفجور وعن هذه الجريمة الشنعاء. ربما يمثل أنه من هذه الفئة الشاذة لأجل أن يتحصل على غرض دنيوي. ربما هذا الغرض الدنيوي كالجنسية وغيرها. Gamanga omuntu olaga ofuna ebintu byensinga oyagala okufuna obutuuze obwa Europe obwo America obatti لا يحصل من ورائه إلا الخزي. Agamba nti toyina kyojja kufuna mabega waakyo ekiri mabega waakyo okujjako Allah tabarak wa taala ajja kufuna okuwaza amaani. وربما يظن الإنسان في حياته أنه إذا حصل بعض الأشياء أو الأسباب الدنيوية التي يظن بها أنه سيكون سعيدا ويكون مستقرا وهادئا وغير ذلك، ربما كان هذا الظن كاذبا. إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. هذا ظن. ما الذي أدراك أنك إذا فعلت ذلك فعلت كل محرم واتخذت كل وسيلة غير مشروعة لأن تحصل على جنسية معينة، أن هذا سيكون فيه فلاحك. والله لا تدري، ربما لم تجد من وراء ذلك إلا الخسارة. وهل كل الذين معهم الجنسية الأمريكية هل هذا كرت لدخولهم الجنة؟ الجنسية لا تغني عن الإنسان شيئا، وحياة الإنسان ورزقه لا تتعلق ببلد ولا تتعلق بجواز سفر ولا تتعلق بمكان ولا تتعلق بمهنة، وإنما يطلب ذلك من الله عز وجل. انظر ماذا قال ربنا قال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم فلا يستبطئنكم الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل. انظر إلى هذا الحديث. حصولك على الجنسية مصلحة دنيوية، رزق. تظن أن هذا
كل الرزق في وجهة نظرك، agamba nti golooza byonna byonna riziki mu ndaba تظن أن هذا هو منتهى الفلاح، agamba nti olowooza kugamba kyekisembayo mu ssanyu eryawaggulu gw'okufuna obutuuze ولكنك تطلبه بمعصية الله عز وجل. nagamba okinoonya si kikyemu okinoonya naye قال عليه السلام: okinoonya mu kujemera Allah yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam فلا يستبطئنكم الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. n'agamba tekibaleetera kubanga riziki yammwe ejjampola okubanga muginoonya mu kujemera Allah. انظر، agamba tunula فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه agamba وتعالى. ekiri eri Allah omuntu tasobola kifuna okujjako mu kugondera Allah. لا تسلك طريقا غير مشروع agamba tokwata kkubo etali eri eryalagirwa لأن تحصل شيئا مشروعا، obeere ng'ofuna ekyalagirwa. هذا لن يغني عنك شيئا، tekina kyekijja kugasa. فضلا على أن هذا من الكذب. agamba obubona bulimba وأن تنسب نفسك إلى رذيلة kugamba weeteeko weeyita abantu Allah تتظاهر أمام الناس، kugamba mwerage eri abantu ffe tuli basiyazi kikole kijamwe nye وربما يضطر كذلك agamba oluusi bayinza n'okukako kikola أن تلبس ملابسهم n'oyambalanga bo وأن تضع الميك اب وهذه الأشياء يضعونها، okuteekako makeup bityo olwokubanga onoonya butuuze وأن تصنع بعض الأشياء، agamba n'okola n'ebintu بل ربما يؤدي ذلك بك إلى أن ترافق شخصا وتقع في الفحشاء والعياذ بالله، agamba nti oyinza n'otandika okuwangaala nabo n'ogwa ne mu nsobi Allah kikuyire. ليكون شاهد معك، agamba oyo akuweeko obujulizi eri يعني تتظاهر بأنك ترضى بهذا kugamba oyoka nti kugamba oli musiimu n'ekyo ekitambula في جريمة kugamba mu kyonoono الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala أمر جبريل عليه السلام kyeyalagira Jibril alayhi salam بأن يحمل قرى قوم لوط Allah yalamulagira akwate obwalo bw'abantu bannabbi Lut على طرف جناحه، bukwatire ku sayidi ene ku nkomero y'ekiwawaatiro kyayo. حملها Jibril neekwata eno ku nkomero y'ekiwawaatiro neekwata ثم جعل عاليها سافلها. neebeera nga ebuvuunika upside and down. انظر إلى هذا العذاب، agamba tunuulira ekibonerezo ekyo. ليس ذلك فحسب، agamba si kyokka خلاص الناس ماتوا، abo baafa فأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود. Allah n'abasindikira amayinja agaali gookya. ليس ذلك فحسب، si kyokka مسومة عند ربك. يعني تعرف كل حجارة تذهب إلى شخص باسمه، kugamba buli jjinja lyajjayiko erinnya ly'omuntu. زيادة في النكال والعذاب والعياذ بالله. kibonerezo nakyo Allah akyongera ku kibonerezo. انظر إلى هذه الجريمة agamba tunuulira ekyonoono ekyo. التي قام القرآن Qur'ani kugamba kyeyimiriranga eraga nti ببيانها Qur'ani n'ekinnyonnyola والتحذير منها. neebeera nga Qur'ani ekitwewaza. هل يعني طابت نفسك kugamba omutima gwo bannange أن تنسب نفسك إلى هذه الرذيلة؟ obeere nti baganda baffe bangi nnyo abanoonya. لأجل ماذا؟ obeere nga osiimogame ndi musiyazi olw'okubanga onoonya mpapula. أنا أتصور مثلا agamba seeka agamba nti ye ageza akuba ekifaananyi لو أرادوا أن يقتلوك singa abantu bagadde okutta يسجنوك oba okusiba ويقولون لك ne bakugamba إما أن تقول أنك شاذ either gamba oli musiyazi وإما قتلناك أو سجناك، oba ogane tugenda kukutta oba tukusibe. فربما تكون مكرها. kugamba awo tugamba nti okakiddwa. أما في هذه الحالة naye mu mbeera لأنك تسافر إلى هذه البلاد okubanga oyagala okufuna obutuuze bwe تريد أن تحصل على الجنسية بأسرع طريقة، oyagala ofuna obutuuze mu mbeera ennyangu ennyo. هل هذا يعد إكراها معتبر شرعا؟ kugamba otubala nti okugamba okakiddwa mu shariya ekibala nti والله ليس هذا إكراها، agamba okwo si kukakibwa. بل هو إكراه ساقط لا يعتبر، kugamba nti okwo kusikukakibwa shariya okuteku ولا يسمى ذلك إكراها أصلا. tebakiyita nakukaka nti nze mbeere ntabuseka أنت الذي سافرت باختيارك yeggwe yasalawo otambule olugendo ودخلت البلد باختيارك n'oyingira ensi gy'ogenzeemu eyo وأردت جنسيتهم باختيارك، n'oyagala obutuuze bwayo nga gwakisazeewo. ما أجبرك إنسان على أن تأخذ جنسيتهم. tewali akukasi nti ofune obutuuze bwabwe. هل كل ما الذي أنت تفعله باختيارك ثم بعد ذلك تريد أن تسلك طريقا غير مشروع agamba nti ebyo byonna byoba okoze okutambula kati oyagala okozesa amakubo agatali فيه من الكذب mulimu okulimba والفجور
n'obwononefu bw'ekika kya waggulu والنسبة إلى الرذيلة. n'okuba nti weetadde mu bantu abo لأجل ماذا؟ lwaki لأجل أن تحصل على جواز سفر. olw'okuba nga oyagala kufuna butuuze. هل هذا الجواز agamba obutuuze bw'oyagala okufuna oyagala سيغني عنك شيئا؟ kiina kye kinaggasa maaso ربما أخذته oyinza okufuna obutuuze وانتسبت إلى بلدهم kugamba ne bagamba nti aguni mu Amerika ثم مت في نفس اليوم، n'ofa kwolwo olunaku lwennyini ماذا أغنى عنك؟ kiba kigasiza ki ماذا أغنى عنك؟ kiba kigasiza ربما تأخذه oyinza okufuna kugamba ثم تقع في جريمة n'ogwa mu kyonoona ekyo فتسجن في سجونهم، kugamba ovudde mu nsobi emu ne bakusibya mu makomera ماذا أغنى عنك؟ kiba kigasiza ki والله لن يغني عنك agamba شيئا. nti kina kijja kugasa لا تظن أن الحصول على الجنسية هي نهاية المطاف في هذه kugamba الدنيا. nti temulowooza nti omuntu okufuna oba obutuuze bwa Europe oba America nti kugamba ensi yonna oba omazeeyo ليست هذه نهاية المطاف. agamba si enkomero ya وكم من الناس يعانون هناك من الفقر والضيق والحاجة، agamba abantu bameka nga bali mu Europe nga bakaaba obwavu وكم من الناس معهم هذه الجوازات السفر bameka balina zi passport ezeeyo فلم تغني عنهم nga شيئا. tezirina kye zibagasa هم يتسولون في الطرق، kugamba bakuba ebifaananyi nga bali وربما أنت معك جواز ضعيف جدا، oyinza obba nga olina egundi nafu nnyo جواز ضعيف ng'olina passport بالنسبة إلى جوازهم، kugamba nga passport yo nafu yo okusinziira ku yaabwe لكنك في أحسن حال 100 مرة من حالهم. ng'oluusi gwe oli bulungi emirundi 10 okusinga bo. ليست العبرة في جواز السفر، agamba bannaye ekikulu si kugamba nti olina passport yaawa العبرة أن تطلب الرزق بطاعة الله عز kugamba وجل. noonya riziki gyonna olina gy'oginoonyeza naye ng'ogoberera amakubo aga shariya. أسأل الله أن يصلح tusaba حالنا Allah tabaraka wa taala ffe nattereze وأن يغفر لنا era tusonyiwe وأن يرشدنا era tuluŋŋamye وأن يهدينا سواء era السبيل. tuluŋŋamye mu kkubo ettuufu. جزاكم الله خيرا. tusaba Allah amiina ya rabbi. tusaba Allah tabaraka wa taala akkirize mwenna abatusobodde tugoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa عليكم barakatuh. السلام ورحمة الله